بلانكلي، يعني ما قضية الصحراء الغربية راكم خسرتوها، وراهي خسارة مع الإهانة والإذلال، وأي تنطع وعدم اعتراف بهذه الحقيقة راهو ما يزيد إلا يعقد المنطقة ويعقد مشاكلها. وفي نفس الوقت نقول النظام المغربي راهو بدون أن يكون هناك رأي جزائري لا يعترض على هذه القضية تبقى دائما المنطقة متوترة، لأن ممكن تلقى الدعم الفرنسي، الإسباني، الألماني، الأمريكي، الإسرائيلي، الإماراتي إلى آخره، لكن إذا بقى التوتر وبقات الخصومة فمعنى الحدود مغلقة، معناها الشعبين مبعدين، معناها الصراعات موجودة، الذباب موجود إلى آخره، ولا قدر الله يجي واحد مجنون هنا أو هناك يشعلها حرب، فإذا بالخراب الكبير والدمار الكبير. ولذلك أنصح كلا النظامين، النظام الجزائري يشوف الحقائق كما هي ويبقى ما يتنطعش، هذاك تقننت وهذيك في الفراغ. والنظام المغربي لا يظهر أنه هزم النظام الجزائري هزيمة وأنه تطلع الأبواق وتطلع، لأن هذا لن يدفع بعض الجنرالات إلا إلى التشدد والتنطع، وإحنا رانا أدرى بهم وأعلم بهم منكم. وفي النهاية أن الشعب الصحراوي يحصل على حقوقه وحقوقه كاملة، لكن يجب لهذه القضية أن تنتهي. هذه القضية أضعفت المنطقة، أضعفت البلدين، أضعفت الدولتين، وراه كاين كثير من الدول راهي تتربص، وراه يقدر اليوم يكون صديقك، وراكم تعرفوا العلاقات الدولية، العلاقات الدولية راهي كما علاقات البشر، اليوم صديقك وغدوة عدوك. كم شفنا من صداقات بين الدول ثم بدأت بيناتهم حروب وأحيانا على لا شيء. ولذلك هذه القضية يجب أن تحل، ويجب النظام في الجزائر أن يفهم بأن مزيد من صرف الأموال ونهب أموال الشعب الجزائري وضعها في ميزانية الجنرالات موش حل، أن مزيد من الرشاوي لكينيا ومانيش عارف أنا ريتيريا ومانيش عارف هكذا بعض الدويلات أو الدول موش حل، وأن يجب أن يركز على مشاكل الشعب الجزائري وهموم الشعب الجزائري وقضايا الشعب الجزائري. اليوم أنا نحدث فيكم القهوة راهي مقطوعة في كثير من المدن، كثير من المدن ما كانش قهوة، وكثير من المدن مقاهي غلقت. اليوم أنا نحدث فيكم يعني أزمات الجزائريين تتعاظم تتعمق. اليوم أنا نحدث فيكم كثير من الجزائريين همه الأكبر أن يهرب من البلاد. اليوم أنا نحدث فيكم الطلبة ما زالت مظاهراتهم تملأ الأرض. فعلى النظام الجزائري أن ينسى قضية الصحراء وينتبه للشعب الجزائري، وعلى النظام المغربي أن يمد يده ويواصل مد يده، لأن هذا في خدمة المنطقة وفي خدمة اللي نعرفه. ورغم اعتراضي عليه وانزعاجي منه الشديد، إلا أن تبون ماهوش ماشي مع شنقريحة في هذا التنطع. الجناح الرئاسي ماهوش ماشي في موضوع التنطع هذا. اللي ماشي في التنطع هذا واللي ما فيش قضية صحراء لا تتحل، والعلاقات مع المغرب لن يكون لها أي اتجاه صحيح مادام شنقريحة موجود. وشنقريحة لأسباب شخصية أساسا، صحيح هو إرث قديم، لكن هو هذا الإرث القديم تبناه لأنه أيضا عنده فضائح. نهار اللي تعود العلاقات بين البلدين سيفضح دور شنقريحة في موضوع المخدرات اللي كانت تجي من المغرب، الكيف، الحشيش، وفي مواضيع أخرى. طبعا شنقريحة عنده أبشع من ذلك، وهو المجازر والكوارث اللي دارها في التسعينات. ولذلك قد نشهد إبعاد لشنقريحة، وهو راهو عارف هذا وراهو فاهم هذا وراهو يشتغل باش هذا الأمر ما يتمش. جماعة تبون، جماعة الرئاسة، جنرالات كانت تحل ما بين النظام في الجزائر والنظام في المغرب، تصبح
فرصة للقوى الخارجية باش تاخذ تنازلات من هذا الطرف ومن ذاك الطرف. إلا نجي معاك واش تعطي لي، ولا نروح مع الآخر وهو واش يعطي لي، واش يقدم لي. هاي المشكلة الكبرى. والنظام في المغرب كما النظام في الجزائر قدموا أموال، قدموا مصالح، قدموا أشياء كثيرة، كل واحد باش تبقى معه الدول، أو على الأقل تبقى في الحياد بالنسبة للدول اللي ضده. لكن المنطق يقول أن بالنسبة للمغرب يعتبرها جزء من أراضيه، فهو يقول لك حتى عندما أقدم تنازلات، حتى عندما أقدم مصالح، حتى عندما أقدم مالا، فأنا هنا راني باش نحافظ على أراضيه. لكن بالنسبة للجزائر المنطق ماذا يقول؟ كون جاو يقولوا والله، كون جاء مثلا صراع الصحراء الغربية، قال صراع معلن، يا تديها الجزائر يا تديها المغرب، هنا يولي نقاش آخر. والجزائريين يقول لك إيه لا، احنا رانا هذه أرضنا، مثلا كما يقولوا المغاربة أرضهم. مثلا كون جاو الجزائريين يقولوا أرضنا، الجزائر ما يقولوش أرضنا. لاش الصحراء الغربية ما يقولوش عليها أرضنا، لا الشعب ولا النظام، ما يقولوش الصحراء الغربية أرضنا. طيب هي من يقول لك هذه أرض الصحراويين، بصح أنت راك تدفع في أثمان باهظة من أموال الشعب الجزائري، من مصالح الشعب الجزائري، من السياسة الخارجية للجزائر، من السياسة الداخلية، من أجل قضية أنت تقول مش تاعنا. قال لك من أجل تقرير المصير. تمسخروا بالشعب أنتم. تقرير المصير الشعب الجزائري ما تقبلوش مصيره وتقول لي راك أنت من أرباب تقرير المصير للشعوب، وأنت شعبك ترفض تقرير مصيره. أي منطق هذا؟ ولذلك علاش كاين أغلبية كبرى في المغرب، حتى اللي يختلفوا مع النظام المغربي في قضية الصحراء ما يختلفوش معه، لأنه يقول لك هذه أرضنا. طيب وقع عليها نقاش طويل هذه قضية أرضنا، لأن واحدة من النقاشات لماذا قبل الحسن الثاني أن يتقاسمها مع موريتانيا على سبيل المثال. لكن مش هذا هو النقاش اليوم. إجمالا هم متفقين، يقول لك هذه أرضنا. بصح احنا في الجزائر ماذا تعني الصحراء بالنسبة إلينا؟ ما تقولوا ليش تقرير المصير، لأن هذا أكبر كذبة ممكن يسمعها الإنسان في حياته. لماذا تضيع مصالح كبرى للدولة الجزائرية، للشعب الجزائري، للبلاد الجزائرية في هذه القضية؟ وماش فقط للجزائر، للمنطقة ككل. وخصومة مفتعلة ما بين شعبين هم تقريبا شعب واحد، قريب 100 مليون في اثنين. هذا مش منطق، هذا ليس منطق ولا يمكن أن يستمر. اللي خلى الدول هذه، تلاحظوا باللي هذه الأربع دول الكبرى، ألمانيا، أمريكا اللي هي الأولى، أمريكا ثم ألمانيا ثم إسبانيا ثم فرنسا، هذه الدول الغربية الكبرى وهي حاسمة في هذه القضية، لأن الروس والصين ماخذين محايد، هما في الحياد، مش رايحين يخفوا لا مع النظام الجزائري ولا عند المغرب اللي عندهم مصالح في البلدين. إذا ما هي الدول الباقية؟ بقي فقط بريطانيا، بريطانيا في الحياد أيضا، بريطانيا والصين وروسيا في الحياد، هذو ثلاثة أعضاء مجلس الأمن. فرنسا وأمريكا مع الموقف المغربي. معناها خلاص القضية هذه انتهت. وصلتوا نفوسكم، توجهنا للجماعة الحاكمة في الجزائر، إلى أنكم تخسروا بفظاعة، ببشاعة، بينما كانت أمامكم حلول، والحقيقة ما زال جزئيا هذه الحلول ما زالت، لكن كانت أمامكم الحلول، وهو أنكم مباشرة تفاوضوا بينكم وبين النظام المغربي، خلينا نحلوا مشاكلنا، وإذا راكم لي شامبيون تاع تقرير المصير، أوكي دافعوا، قال والله صحراء في المنطقة في أرضهم الصحراء الغربية، واش حقوقهم لازم تتوسع، لازم كذا، لازم مثلا كمثال. أنا لست هنا في هذا الجو في هذه اللحظات راح نقدم لك الحل، بس خليني نقول لك باللي قبل 4 سنوات، الحقيقة قبل ذلك بكثير، لكن مساعد على السريع قلت له شوف لي أي حاجة عندها 3 سنوات ولا 4 سنوات. خليني نقول لك قبل 4 سنوات وش قلت.